عمرك كان عندك حلم وعايز تحققه جدا لدرجة إن الناس اللي حواليك هما مش فاهمين أصلا أنت بتعمل إيه أو أنت عايز إيه؟ حاسس إن أنت بتعمل حاجة أكبر منك أو حاجة معظم جيلك مش بيعملها أو أنت مختلف عن الجيل بتاعك. هو ده اللي حصل معايا وأنا بكتب أول رواية ليا، هي رواية الملاعين. نتكلم النهاردة عن الموهبة وعن الحياة وعن الرحلة بتاعتي والمعركة اللي أنا خضتها في هذه الرحلة. حلقة مميزة من دفتر الأعراف لأنها بتحكي عن حاجة مميزة ليا أنا. النهاردة هنتكلم عن أول إنجاز عملته في حياتي، وبالنسبة لي ده أكتر إنجاز مميز بالنسبة لقلبي جدا، وهي كتابتي لرواية الملاعين. الرواية اللي أنا كتبتها في تانية ثانوي بسبب حبي للكتابة وحبي للتخيل، وإن أنا بحب الأفلام والمسلسلات، وكنت وقتها بحب القراءة جدا. كنت بدأت أقرأ روايات كتيرة جدا، فقلت طب أنا بحب القراية، طب ليه ما أكتبش؟ وبدأت أكتب روايات كتيرة من قبل الرواية دي يعني، بس هي كلها كانت حاجات بسيطة ومش مرتبطة ببعض أو ملهاش علاقة، مجرد أفكار بتطول معايا فبكتبها. لحد ما قررت إن أنا أكتب رواية كاملة. كتبت رواية الملاعين في 6 شهور. 3 شهور كتبت 20 صفحة، أنت متخيل 20 صفحة في 3 شهور؟ وال3 شهور اللي بعدها كتبت فيهم 300 صفحة. رواية الملاعين مكونة من 320 صفحة. وبالمناسبة رواية الملاعين أهي، وما كانش لسه في صورة فروس لأن فروس ما كانش يعتمد أي حاجة بصراحة. يعني أنا كنت ما كانش في حاجة أكتبها عن نفسي، يعني حتى اللي كان مسألني أكتب إيه وراه قلت له هتكتب إيه، طالب ثانوية عامة. فما كانش في حاجة، فما كنتش حاطط صورتي، كنت يا دوب حاطط اللوجو بتاع الفيس وخلاص. ودي صورة الملاعين، وليها قصة كبيرة جدا لأن هي في حوارات كتير قوي حصلت بسبب الرواية دي. فنرجع لموضوعنا، زي ما قلنا إن هي اتكتبت في 6 شهور. أنا في الوقت ده كنت مخلص تانية ثانوي وداخل على سنة تالتة ثانوي، وبالمناسبة في حلقة كاملة لتالتة ثانوي هنعملها وننزلها وانتظروها وهتعجبكم إن شاء الله. فالمهم إن أنا كنت مخلص الرواية قبل تالتة ثانوي، فكنت دخلت بعت الأربع دارات نشر اللي هم أكبر دارات نشر في مصر. وطبعا مش هتكلم عن أسمائهم عشان محدش يكلمني أو إلى آخره، يعني حفظا لحقوقي وحفظا لماء الوجه يعني. فدخلت بعت لهم والمعضلة إن أنا داخل باعت الأربع دارات نشر على أساس إن أنا فاهم يعني أحمد خالد توفيق، دكتور أحمد خالد توفيق. هو أنا خلاص، أنا الناس دي هتاخد كتبي النهاردة، هتبص هتمضي معايا، هيجروا ورايا عشان ياخدوا الرواية دي، فاهم؟ وكنت بتخيل بقى إن هو طب لو 4 دارات نشر قبلوا، لو 3 قبلوا، لو 2 قبلوا، مكنتش حاطط الليميت لواحدة بس إن هي تقبل يعني. يعني إيه دار نشر واحدة بس تقبل رايت؟ لأ، هو مينيموم 2 يعني، فاهم؟ والحمد لله بعد ما طلعت النتيجة بتاعت الدارات دي كلهم رفضوا الرواية ورفضوا إن هم ينشروها. كان بالنسبة لي إحباط كبير جدا 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 إن أنت تبقى مصدق في نفسك وتيجي الناس تكذبك أو تقولك أنت مش هتوصل أو مش هتوصل. بس هما محدش شايفك، محدش عارف ان انت موجود، محدش عارف انك عايش اصلا. كلهم متخيلين ان انت مجرد طفل بتلعب او بتهبل وخلاص. فالموضوع ده كان احبطني جدا، ودخلت السنه ركزت في ثانويه عامه، مكنتش مركز في اي حاجه تانية بصراحه. وقلت ان انا هاخد زي جاب كده من الكتابه والى اخره، وانا مجرد ان انا هركز في الثانويه العامه. المهم ما ركزتش في الثانويه العامه قوي برضو، او اخدت اول فتره زي ما حكينا في الفيديو بتاع الثانويه العامه. وبعد كده بدأت أهتم أكتر وإن أنا أنزل، وبالذات إن السنة دي ما كانش فيها معرض كتاب، فما كانش حد بيهتم بالكتابة قوي، وأحداث كورونا والتباعد وإلى آخره. فدي كانت ميزة في صالحي بصراحة إن ما كانش في معرض وقتها. بس حصل حاجة غريبة جدا. عارف أنت أوقات كده تحس إن ربنا بيسهل لك حاجات أنت ما كنتش عارفها، بيفتح لك أبواب كانت مغلقة وأنت ما كنتش تتخيلها أصلا. اللي حصل معايا حاجة غريبة جدا. أنا كنت بسكرول على الفيس عادي، فجأة لقيت واحدة بتتكلم عن ازاي تنشر روايتك الشخصية، وان هي بتساعدك، وان انت متعتمدش على طريقة النشر، وان انت ممكن تنشر روايتك وتنجح وتحقق نجاح كبير. فكانت أستاذة هالة أنا بحب أشكرها من هنا، إن هي كان ليها فضل كبير عليا بعد ربنا طبعا، إن أنا روايتي تنزل أو إن أنا أعرف ناس كتير ليها علاقة بالمجال، إن هما بالنشر والطباعة وإلى آخره يعني. فبجد أنا بشكرها، كانت معايا من أول خطوة لحد آخر خطوة لحد ما الكتاب بقى نسخة ورقية في إيدي. فدي كانت حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي. أول حاجة دخلت كلمت أستاذة هالة واتواصلت معاها وعرفت الدنيا بتتعمل إزاي. إن أنا أول حاجة بروح لمدقق، وبعد المدقق بيبقى مصحح لغوي، والمدقق هو مصحح لغوي بعد كده منسق بينسق شكل الكتاب، وبعد كده بنطبع الرواية وبنعمل لها رقم إيداع وعشان ما تتسرقش وتبقى تحت الحقوق الملكية بتاعتي أنا. وبعد كده بنشوف دار نشر بتنشرها وهكذا.
بجد أنا نفسي آخد نفس بجد، لأن أنا كل ما أفتكر الرحلة دي أنا بستغرب، اللي هو عارف أنت عملت كل ده إمتى؟ أنا كنت فاهم عندي 18 سنة، عمال أجري في كل ده وعمال أدور وأعمل. الحمد لله طبعا بشكر أهلي من موقعي هذا، لأن هم برضو كان ليهم دعم مادي ومعنوي، وإن هم فضلوا واثقين فيا، ودي أهم من أي حاجة تانية بصراحة يعني. إن حد يفضل واثق فيك دي حاجة كبيرة، وبتشجعك إن أنت تعمل حاجات أنت ما كنتش متخيل إن أنت هتعمل ربعها حتى. فمن هنا نكمل لكم الحلم ونكمل لكم الرحلة. كلمت الناس دي فعلا، وكلمت المدقق وبدأت أتواصل معاه. أول واحد هي ادتني رقمه، كان مشغول جدا فرفض الرواية عشان شغاله يعني. كلمت تاني واحد وأنا ليا رحلة مخصوصة كده مع المدقق بتاعي، فيعني إيه، كانت حاجة زي الزفت بصراحة يعني ربنا ما يعودها تاني. المدقق أنا المفروض الرواية كانت فيما يقارب 50,000 كلمة، 55,000 كلمة، حاجة في الحدود دي. فاتفقنا على السعر وعلى المدة، والمفروض إن المدة إن هو بيخلص ال10,000 كلهم في يوم. فإحنا كان لينا رينج كده من أسبوع لأسبوعين، وهاخد الكتاب متصحح وخلصان، وأشوف بقى إيه الغلاف وإلى آخره. فعدى أول أسبوعين، أنا ما بحبش أزن على الناس بصراحة. فعدى أول أسبوعين، الكتاب فين؟ لا والله يا فارس أنا حصل لي ظرف ومش عارف أديك الكتاب دلوقتي، استنى بس عليا فترة. عندك كمان أسبوعين كده، عدى شهر. إيه الأخبار؟ هنخلص الكتاب ولا إيه؟ لا والله حصل ظرف تاني ومش عارف إيه اللي حصل، فواحد اتنين تلاتة، انتظر عليا شهر كمان. فعدى عليا شهر، في اتنين أعتقد، في التالت وصلنا التالت شهر، اللي هو المعرض بكرة الساعة فين؟ الرواية اللي مش عارف أعمل إيه. طيب آدي الرواية تحت إيده، والفكرة إن هو ما قاليش إن أنا أكلم حد تاني، ومش هتلاقي حد تاني فاضي. إن خلاص فاهم، أنا بضيع يا وديع، الحقوني حد ينده حد الحق إن أنا شخصيا. فما عرفتش أعمل إيه بصراحة يعني، وكان الموضوع مضحك جدا. فاللي انا بكلمه بقول له ايه الاخبار مش عارف ايه، المعرض بكره، لدرجه ان انا شكيت فيه، اللي هو ايه، طب انت بتعطلني؟ طيب طب انت خدت الكتاب؟ انا كنت في قمه سعادتي، فاهم، اللي هو انا كنت هناك، انا كتابي قدام عيني، مجرد ان في افكار هنا في دماغنا، فاهم، على الورق، في ورق في ايدك بجد، اللي هو انا كنت بعيد قوي، انا كنت طاير من الفرحه. وكمان اللي ساعدني في توزيع الروايه بتاعتي كانت الاستاذه دلال اللي كانت في دار العهد. يعني انا ما شفتهاش من يومها او ما تواصلتش معاها من يومها، بس هي كانت ست محترمه جدا، وكان في كميه تعاون فظيع بصراحه يعني. جبتها تتعاون معايا جدا، وكانت لدرجه ان انا كنت بقف ابيع معاها، فاهم، اللي هو انا مش فارق معايا، انا مش عايز فلوس، مش عايز حاجه، انا عايز بس اقعد اكلم الناس واقول لهم. وكمان في حاجه انا بقولها في حياتي دايما، وهتشوفوها هنا، هي الصوره دي هي دار العهد، هي روايه ملايين اهو، فارس اهو، دول صحابي. انا الحمد لله رزقي في الدنيا صحابي يعني، انا بجد الحمد لله ربنا كرمني بصحابي. هي صحاب كويسين جدا، جم دعموني وجم اشتروا الكتاب، وجم حتى اللي ما جاش اشترى، واللي جه قال لي كلمه حلوه وحضر المعرض واتكلم معايا ووقف معايا. دي كانت بالنسبه لي كبيره جدا يعني. انا دول صحابي ودولت، انا بحب صحابي جدا. ودي الصورة بتاعت رواية الملاعين، أول يوم أنا مسكت فيه الكتاب وأنا كنت واقف هنا ومبسوط. فيعني بصراحة أنا رزق في الدنيا أصحابي يعني، رزق في حياتي يعني. فبجد يومها قعدت أسبوع، كنت حرفيا قاعد في القاهرة الفترة دي، بروح كل يوم المعرض أقف معاها هناك، يا إما أقابل حد من صحابي، يا إما أقف أبيع الكتاب. فأنا كنت فعلا ببيع الكتاب والناس كانت بتشتري، وكان الموضوع من فوق كده حاجة خيالية يعني، وعمال أبيع وبتاع مش عارف إيه. فدي كانت حاجة مبسوط منها بصراحة. وعدى أو التاني أسبوع من معرض الكتاب، معرض الكتاب أسبوعين، وأنا كنت محقق مبيعات بالنسبة لي كبيرة جدا. أنا كنت بايع بتاع 50 رواية، فاهم. و50 رواية ده أنت ممكن تشوف إن هو رقم قليل، بس مقارنة إن أنت في معرض الكتاب محدش يعرفك غير أبوك وأمك واتنين تلاتة اللي هم أصحابك، واسمه ده نازل متأخر ومش عامل دعاية ومش عامل حاجة، مجرد إن أنت واقف بس بتبيع كده وبتبيع فعلا. لا 50 كتاب ده كبداية، لا انت جامد جدا بصراحة يعني. وحتى لو مش جامد انا مبسوط من نفسي، انا فرحان، انا عملت انجاز بحياتي، انا مبسوط منه جدا. فدي كانت حاجة فرحاني جدا. ولما رجعت طنطا بدأت بقى ان انا انزل رواية واكلم صحابي مش عارف ايه، لدرجة ان انا طبعت 500 نسخة كاملة وبعتهم. يعني عارف انت اللي هو على مدار لحد النهاردة يعني الحمد لله بايع 500 نسخة من رواية الملايين. اللي هو انت متخيل انا محدش يعرفني، فاهم، فانا مبسوط ان هو انا عملت حاجه انا فرحان بيها لحد الاخر. دي هي اهم حاجه، ان انت
تفضل مصدق في نفسك وورا حلمك لحد ما تحققه، مهما كان الحلم عامل ازاي، مهما كان اللي حواليك عاملين ازاي، حتى لو محدش بيشجعك. طالما انت بتعمل حاجة صح ومؤمن بقدرتك ومؤمن بنفسك، فانت هتوصل لحاجة من الحاجات اللي انت عايزها ان شاء الله، وربك بيوافق وربك بيساعد. بمناسبة الموضوع ده انا عايز اوريكم حاجة. شايفين الورقة دي؟ ده شيك، يعني انا مش عارف المفروض اظهره ولا ما اظهروش، بس يعني هو اهو. الشيك ده بقيمة 60 جنيه. معايا شيك بقيمة 60 جنيه، يعني انتوا متخيلين انا غني لدرجة ايه؟ الشيك ده من سنة 2022، فده السنة اللي طبعنا فيها الرواية، 21/9. فالشيك اللي ب60 جنيه ده ليه قصة لوحده يعني. أنا بعد الحمد لله كان ليا علاقات مع الناس اللي بتبيع كتب هنا في طنطا، لأن أنا بشتري كتب كتير. فروحت سألتهم أعمل إيه وبتاع، قالوا لي روح المكان الفلاني، حتة معينة بيوزعوا الروايات وبتاع ومش عارف ايه، وهتبيع معاهم والدنيا تمام ومش عارف ايه. فاخدت 50 نسخة ورحت للدار ديت أو المكان دوت، اديتهم الرواية. قالوا لي هنوزع على مستوى مصر ولينا نسبة 40%. يا عم خد النسبة اللي أنت عايزها، بس فاهم، بيع بيع الرواية، تعرف تبيع بيع. فالمهم عدى شهر اتنين تلاتة، رايح بقى المفروض بنحاسبهم، أو كان يا 3 شهور يا شهر ونص، كان ليميت الحساب كان كده. فأنا رايح بحاسبهم بقى، اللي هو أنا عايز فلوسي بقى، where's my money، فأنا عايز فلوسي. فدخلت قالوا لي لا اصبر بس هنتكلم حسابات وبتاع، فانا قلت فيها حسابات؟ فيها شيك؟ انا ليا فلوس بقى، دول باعوا النسخ كلها. اروح الاقي بيديني الشيك ده، ابص الاقي رقم 60 جنيه. بتهزر؟ طب انت جايبني عشان 60 جنيه؟ فالموضوع مضحك قوي. ادوني ال 48 نسخه بتوع تاني ورجعت قد الدنيا. فبقول لابويا ان انا معايا الشيك ب 60 جنيه، اروح اسحبه. اداني 100 جنيه وقال لي اقعد اقعد يا حيوان انت. انت رحت تسحب ايه؟ موظف البنك يضحك عليك، ده 60 جنيه. فلا، الموضوع قصة الشيك ده قصة لوحدها بصراحة يعني. ولحد النهاردة أنا محتفظ بيه بصراحة يعني. ذكرى في حياتي يعني. فرحلة الملاعين ما هي إلا الرحلة الأولى، ورحلة أنا عانيت فيها كتير بصراحة. كانت في أيام كنت زعلان فيها ومتضايق، لأن أنا كنت حاسس إن دي آخر الطريق، إن أنا عمري ما هوصل لحاجة. بس أهو، أنا هنا معايا الكتاب أهو، رواية الملاعين واسمي فارس الطراس أهو، وهي موجودة وممكن ناس تشتريها، وممكن حاجات كتير، وناس كانت بتنتقدها، والحمد لله كانش في رأي سلبي جه على الرواية بتاعتي. فأنا صدقت في حلمي. فأنت كمان ليك حق إنك تصدق في حلمك وتسعى وتحاول، وأقع 1000 خطوة واعمل كل اللي أنت عايزه. بس الفكرة إن أنت ما تبطلش تسعى، ما تبطلش تحلم، ما تبطلش تبقى عايز توصل لحاجة كويسة. بس أهم حاجة إن الحاجة دي تبقى حلال، عشان ما نبقاش حاسس إن أنا رحت بعيد معاك يعني. فانت طول ما انت بتعمل حاجة كويسة ومبسوط ومش حاجة غلط، فكون طموح، كون شغوف، اعمل اللي انت عايزه، اوصل وروح ويجي وتعالى. وهتلاقي ربنا لوحده بيوقعك في ناس بتساعدك. يعني انا استاذة دي ساعدتني ووصلتني كل الناس اللي خلوني اطبع الرواية. وبعد كده اتعاملت مع ناس تانية اكتر، وتواصلت مع ناس اكتر، وكانت دايرة معارفي كترت جدا. والموضوع كان تجربة مثيرة بصراحة. فأنا من تجربتي هذه أتمنى إن أنتوا تشتروا رواية الملايين بصراحة، لأن أنا بقالي كتير ما بعتش منها يعني، عشان أنا إنسان صريح، لأن أنا بصراحة ما بعملش دعاية. كل أصحابي يشتروها. فأنا عايز ناس جديدة غير صحابي يشتروها، يعني أي حد بيتفرج على الفيديو ده أو الريل ده تقدر تشتري رواية الملايين من بيج العراف، وده الاسم بتاعي برضه. تقدروا تشتروها. وهي مش غالية بصراحة مقارنة بالأسعار بتاعة الرواية بتاعة معرض الكتاب السنة اللي فاتت. أنا شفت أسعار، أنا غلبان والله بينكم يعني. فتقدروا تشتروها. وايه تاني؟ وانتظروا فيديو تاني، لان الرحله ما انتهتش، لان احنا بخلاف الرحله دي في رحله تانية، وهي رحله العنقاء. لكن العنقاء ما كانش ليها رحله واحده، هي ليها رحلتين. العنقاء ليها نسختين روايتين. فانتظروا الرحله الجديده. كان معاكم فارس الطراس من برنامج من دفتر العراف.